السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشتغل النهارده مع بعض تحليل الهيموجلوبين السكري ال HbA1c. الهيموجلوبين السكري هو عبارة عن نوع من انواع الهيموجلوبين. عندنا الهيموجلوبين اللي هو مسؤول عن حمل الاكسجين الموجود داخل كرات الدم الحمراء. في من انواع الهيموجلوبين في الادلت في البالغين A1 و A2. النسبة الاكبر من الهيموجلوبين الموجود في جسم الانسان البالغ بيكون A1. ال A1 ده بيندرج تحته انواع من الهيموجلوبين A1A و A1B و A1C. ال A1C ده نوع من انواع الهيموجلوبين اللي موجود في جسم الانسان، ولكن ال A1C هو معظم انواع الهيموجلوبين اللي موجوده في الجسم، هو الجزء الاكبر من الهيموجلوبين. الهيموجلوبين بيرتبط بالسكر زي اي نوع من انواع الخلايا اللي موجوده في جسم الانسان. السكر بيدخل الخليه علشان محتاجه طاقه. عندنا الهيموجلوبين بيرتبط بالسكر برضه، ولكن مش محتاج الانسولين في العمليه دي. ارتباط الهيموجلوبين بالسكر هو بيعبر لنا عن مدى قدر السكر في جسم الانسان لمده معينه، لمده 3 شهور. ليه؟ لان الهيموجلوبين في الحاله دي مرتبط مع السكر، والهيموجلوبين جوه كره الدم الحمراء، وكره الدم الحمراء بتعيش 3 ل 4 شهور تقريبا، حوالي 120 يوم. وبالتالي الكره هتحتفظ بالسكر في مده حياتها. فانا بشوف كميه او قدر السكر الموجود في جسم الشخص بناء على الار بي سيز مرتبطه مع قدر معين من السكر. كل ما كان جسم الانسان يحتوي على كميات كبيره من السكر، كل ما هيكون هيدخل الار بي سيز اللي هي كره الدم كميات من السكر كبيره، فيرتبط بقدر كبير ويحصل ان الاي 1 سي يكون عالي. فبالتالي السكر التراكمي بيعبر عن مقدار السكر في جسم الشخص خلال مده 3 ل 4 شهور. طيب هنشتغل النهارده بتقنيه من التقنيات المهمه جدا على جهاز المسبه اي 2. هنشتغل عليه تيست النهارده الهيموجلوبين السكري، وهنشتغل مع بعض الطريقه نفهم بس الفكره والاساس العلمي اللي بيشتغل بيها الجهاز. عندنا في الاجهزه او معظم البرنسبل او الاساس العلمي بتاعت التحاليل او الاجهزه اللي بنشتغل عليها معظم تحاليل الكيمياء بتكون حاجه من ثلاثه. تعتمد طبعا على مصدر ضوئي، وانا بقيس عقاره، بقيس ابزوربنس او بقيس ترانسميتد لايت او بقيس السكاترد لايت، حاجه من الثلاثه دول. جهاز المسبه اي 2 بيعتمد على تقنيه اسمها النفلومتري، وفي تقنيات تانية كتير زي التربيديمتري اللي هي يعتبر الاقل دقه شويه منها. النفلومتري دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد في النفلومتري على كميه الضوء المتبعثر. بيكون عندي مصدر ضوئي زي ما انت شايف في الصوره كده، يكون عندي مصدر ضوئي بيمر الضوء ده على الكيوفيتا اللي بيكون فيها السوليوشن اللي هو محلول، وبيكون عليها العينه، وبيكون في جزيئات صلبه انت ما بتشوفهاش، بارتيكلز. الجزيئات الصلبه دي اللي هي الماده اللي انا المفروض ان انا اقيسها. الضوء بيمر على الجزيئات الصلبه دي بيعمل حاجه من الثلاثه: اما الجزيئات الصلبه اللي هي الماده اللي انا بقيسها بتمتص الضوء اللي هيمر عليها، وده اسمه الابزوربد لايت، ودي بنشتغلها على اجهزه الكيمياء في الكالوريمتريك. طيب في حاجه تانية: الضوء هيمر على البارتيكلز، تخيل هو جزء امتص، فده حاجه. عندنا حاجتين: الضوء هيمر على الجزيئات الصلبه، يمر الجنب الثاني يخترق الجزيئات الصلبه ويمر، اسمه ترانسميتد لايت، الضوء المار. الترانسميتد لايت هنا بنقول على التقنيه اللي بتقيس الضوء الترانسميتد اللي مر الجنب الثاني هو التربيديمتري. طب النفلومتري اللي احنا هنشتغل بيها النهارده الاي 1 سي، لا، الضوء بيمر على الجزيئات الصلبه، بيحصل له سكاترد، بيتبعثر. الضوء يمر، تخيل كده الضوء مر خبط في الجزيئات الصلبه، هيتشتت ويتبعثر. احنا بنقيس ايه؟ بنعمل ميجرد للسكاترد لايت في النفلومتري، هي طريقه دقيقه جدا. فبالتالي انا بناء على السكاترد لايت كل ما الضوء يخبط في جزيئات ويتبعثر اكتر، كل ما يكون جزيئات الماده الصلبه دي او جزيئات الماده اللي انا عايز اقيسها تكون اكتر. فهنا انا بوصل للكونسنتريشن او تركيز الماده المراد قياسها بناء على السكاترد لايت، الضوء المتبعثر. دي اسمها تقنيه ايه؟ النفلومتري اللي انا هشتغل بيها النهارده. يلا بينا نشتغل التحليل بتاع الاي 1 سي على جهاز المسبه اي 2 ونشوف مع بعض الخطوات. ده جهاز المسبه اي 2. الجهاز بيكون بالشكل اللي انت شايفه، معاه 3 بيبتات، وبيبتة التالتة دي بتكون معاها سنسور مرتبطة بالجهاز هنشوف استخدامها. يكون معاه اكسسوارز، علبة فيها اكسسوارز، فيها التبسات وفيها الكيوفيت الخاصة بالجهاز، بيكون معاها الريجنت بتاعه، وهي عبارة عن 3 مكونات. هنعمل اول حاجة باور اون للجهاز. الجهاز اول ما بيفتح باور اون بيقعد تقريبا 600 ثانية علشان يعمل ورم اب قبل ما يبدأ يشتغل. دي مكونات الجهاز ودي شكله، بيعمل 600 ثانيه يعمل ورم اب. طيب لحد ما الجهاز بيعمل ورم اب، احنا جايين نعمل تحضير للعينه.
طيب اي A1C الهيموجلوبين السكري هو الهيموجلوبين موجود داخل كرات الدم الحمراء. علشان اعرف اقيس الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز محتاج ان انا اطلعه من الار بي سيز، فانا لازم اعمل تكسير لكرات الدم الحمراء. فبيكون عندنا رياجنت اللي هو الار 3 اللي هو الهيمولايزنج رياجنت. بضيف من الهيمولايزنج رياجنت ده 500 مايكرون زائد 10 مايكرون من الهول بلاد العينه المسحوبه على الاديتا، واسيبهم لمده 5 دقائق في الروم تمبريتشر عشان يحصل تكسير الار بي سيز ويخرج الهيموجلوبين. ودي الخطوه الاولى، تعالوا نعملها مع بعض وبعدين نتابع باقي الخطوات. الخطوه الاولى زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا الهيمولايزنج رياجنت اللي احنا قلنا عليه. هنجيب ابندورف عاديه خالص، ابندورف بتاعتنا بتاعت المعمل، وهنسحب 500 مايكرون من الهيمولايزنج رياجنت زي ما احنا اتفقنا عشان نعمل لايز وتكسير للار بي سيز، ونضيف ال 500 مايكرون في الابندورف. وبعدين هنضيف على ال 500 مايكرون دول 10 مايكرون من الهول بلاد. وطبعا عندنا البيبتات بتاعتنا بنستخدمها برضو، عندنا في بيبتة بتكون من 2 ل 20 مايكرون، بيبتة من 2 ل 20 مايكرون عشان استخدمها في ال 5 مايكرون وال 10 مايكرون، وبيبتة من 20 ل 200 مايكرون برضو عشان نستخدمها في ال 180 اللي هنحتاجها كمان شوية. طيب هنشتغل على البيبتة ال10، وطبعا عندنا العينة الإيديتا اللي احنا هنشتغل منها بنعمل لها ميكس كده الأول. نسحب ال10 مايكرون بالبيبتة 10 مايكرون. الكميات الصغيرة زي ال5 وال10 مايكرون اللي التبس من بره بيكون عليه كميات زيادة، فلازم نحتاج حتة منديل صغيرة نمسح الحاجات اللي على الحواف الخارجية. وبعد ما مسحنا الزيادات هنبتدي نضيف ال10 مايكرون على ال 500 مايكرون، ونشغل التايمر بتاعنا. هنشغل التايمر بتاعنا على 5 دقايق، ونقفل الابندورف ونعمل له ميكس عشان يبدأ يكسر الار بي سيز، ونسيبه لمدة 5 دقايق. والجهاز مازال بيعمل وورم اب زي ما انت شايف. خلال ما نمر ال5 دقايق بتوع الهيمولايزنج هنيجي للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا بجهز الابندورف او الكيوفيت، بجهز الكيوفيت اللي موجوده مع العلبه الاكسسوارز بتاعتنا. طلع الكيوفيت، وبيكون دي شكل الكيوفيت بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، اللي بتتحط في المكان زي ده. الكيوفيت دي ما ينفعش المسها من الجزء اللي تحت، الجزء اللي في الاسفل ده اللي هو الشفاف ده هو اللي هيمر فيه الضوء علشان يمر على البارتيكلز ويحصل له ايه، علشان احنا قلنا نيفلومتري اللي هي طريقه حساسيتها عاليه جدا اللي هي بتعتمد على السكاترد لايت. الضوء يمر من في المصدر الضوئي هنا، يمر يخترق، لو شاف جزيئات كل ما يكون كميه الجزيئات الموجوده اللي هي الماده اللي انا عايز اقيسها اكبر، كل ما يحصل سكاترد لايت او ضوء متبعثر اكتر. هنحطها بحذر عشان ما تحصلهاش اي حاجه. هنضيف من الار 1 180 مايكرون من الار 1 في الكيوفيتا اللي احنا طلعناها من العلبه، والكيوفيتا دي لازم تمسكها بحذر. هنضيف 180 مايكرون من ار 1، وبعدين بعد ما ال5 دقايق يمروا وضفت انا 180 مايكرون من ار 1 في الكيوفيت، هضيف عليها 5 مايكرون من الهيمولايزد ار بي سيز. بعد ما كسرنا الار بي سيز هسحب 180 مايكرون من الار 1 في الكيوفيت، واضيف عليها 5 مايكرون من الار بي سيز اللي اتكسرت، ونضيفها للجهاز ويبتدي يقيس بناء على النفلومتري. طبعا الجهاز خلص ورم اب ولكن ال5 دقايق ما خلصوش. هنضيف مع بعض ال 180 مايكرون من ار 1 وبعدين نضيف عليهم ال5 مايكرون لما ال5 دقايق يخلصوا. ضفنا ال 180 مايكرون جاهزين معانا في الكيوفيت وماسكينها من فوق، ما نمسكهاش من تحت، ومنتظرين ال5 دقايق يمروا علشان نضيف. طبعا عشان نعمل تيست لازم نضغط على رقم 1 عشان يعمل ران تيست. يقول لك انزرت الاي سي كارد. احنا قلنا الجهاز بيشتغل بنظام الكروت، بيبقى جاي معاه كارت بالشكل ده علشان الجهاز يقدر يتعرف على التيست اللي هيعمله. هنطلع الكارت مع بعض وندخله في المكان ده. هنضيف الكارت في الجنب من الجهاز هنا بالشكل ده، هو في هنا شريحة وهنضيفه كده، السهم داخل اهو، هنحط الشريحة زي ما انت شايف كده. فيقول لك ريدنج كارد بليز ويت. طيب هو طبعا بيشتغل لك 50 تيست، فالاستابيليتي والليفت تيست مش مهم. بعدين طبعا التايمر ال5 دقايق خلصوا، هنضغط انتر، بنعمل بيشنت اي دي مثلا ونعمل انتر. هيقول لك انزرت
طبعا احنا حاطين 180 مايكرون في الابندورف، ونضيف عليهم 5 مايكرون من السيمبل اللي هي الهيمولايزد ادي اهي، ونضيف عليهم 5 مايكرون من الار بي سيز اللي اتكسرت، ونحطهم في المكان بتاع الويل هنا بتاع الكيوفيت. وبعد كده الجهاز اول ما نضيفهم هو هيبدا يعمل ميكسنج، هنشوف مع بعض. اضفنا ال5 مايكرون على الكيوفيت، مباشره هنضيفها في الويل زي ما انت شايف كده، ونشوف الجهاز بيعمل ميكسنج. هيقعد يعمل ميكسنج 9 ثواني او 10 ثواني. بعد كده بيعمل انكيوبيشن 120 ثانيه لمده دقيقتين. بعد المده دقيقتين ما يتموا في الانكيوبيشن لمده دقيقتين، هيقول لك بليز انزرت 60 مايكرون من الR2. هنضيف 60 مايكرون من الR2 اللي معانا ده. بعد ما يعدي الانكيوبيشن هنضيف R2 60 مايكرون. نستخدم بقى ساعتها البيبيتا اللي بسنسور. دي بيبيتا بتبقى من 20 ل 200 مايكرون، هي مرتبطه بسنسور في الجهاز، فيها جزء فوق كده. مجرد ما انت تضغط الضغطه بتاعت ال 60 مايكرون وتنزلهم على، طبعا انت ما تشيلش الكيوفيت نهائي، مجرد ما تضيف ال 60 مايكرون عليهم بعد ما الزمن بيخلص، هو الجهاز بواسطه السنسور اللي متصل بيه بيعمل الخطوه اللي بعدها ويعمل ميجرنج، يبدا يقيس. يعتمد على فكره النفلومتري، والضوء يمر زي ما انت شايف في مصدر ضوئي، يبتدي الضوء يمر خلال السوليوشن، ويبتدي كل ما يشوف جزيئات الضوء هيمر يخترق، لا الضوء هيخبط في الجزيئات يحصل له سكاترنج. انا بعمل ميجرنج للسكاترد لايت، ودي فكره النفلومتري، وهي طريقه حساسه جدا. بعتمد على السكاترد لايت، كل ما كان السكاترد لايت اكتر كل ما كان الكونسنتريشن بتاع الماده اللي انا بقيسها اكتر. خلال الثواني اللي هتمر دي نرجع مع بعض نضيف ال 60 مايكرون من الR2. طبعا الجهاز خلص وبيقول لك اد ريجنت تو 60 مايكروليتر. البيبيتا جاهزه، هنسحب ال 60 مايكرون مع بعض. وادي ال 60 مايكرون. شايف بقى انت اول ما تضيف قال لك بليز ويت، هو السنسور او ميكسنج يعمل ميكسنج 9 ثواني، وبعدين يعمل ميجرنج لمدة 150 ثانية. وبعد ما يعمل ميجرنج هيطلع لك النتيجة على الشاشة، وممكن تكون لو انت مشغل البرينتر هيطبعها لك بشكل تلقائي. وهو حاليا بيعمل ميجرنج، الضوء بيمر من هنا يخترق الجزيئات الصلبه اللي هي الجزيئات اللي هي بتعبر عن الماده المفروض قياسها اللي هي بالنسبه لنا الA1C الهيموجلوبين السكري، هتخترق تخبط في الجزيئات يحصل لها سكاتر. في عندنا ديتكتور بيكون في زاويه 90 مع المصدر الضوئي، وليكن المصدر الضوئي هنا وليكن او هنا ايا كان. لو المصدر الضوئي هنا الضوء بيمر كده يخترق يخبط في جزيئات، هتلاقيه في الديتكتور بيكون هنا زاويه 90 مع المصدر الضوئي، ويبتدي الضوء يخبط في البارتيكلز يحصل له تشتت، يبتدي يجي على الديتكتور هنا، الديتكتور يبتدي يقيس كميه السكاترد لايت، ومن خلال شده او درجه السكاترد لايت يبتدي يديني الكونسنتريشن بتاع الA1C. احنا مع بعض لحد ما نشوف النتيجه هتطلع كام ان شاء الله. ودي النتيجة بتاعت المريض 4.33%، ودي نتيجة طبيعية جدا للA1C للسكر التراكمي أو الهيموجلوبين السكري. ودي نكون كده اشتغلنا مع بعض طريقة الهيموجلوبين السكري على جهاز المسبا i2 وبتقنية النفلومتري اللي هي بتقيس تركيز المادة بناء على كمية السكاترد لايت أو كمية الضوء المتشتت، عن طريق إن المصدر الضوئي بيمر الضوء يخترق يخبط في الجزيئات يتشتت. بقيس درجة التشتت بناء على الديتكتور، وكل ما كان درجة التشتت أكتر كل ما كان تركيز المادة الموجودة أكتر. ودي تقنية من التقنيات الحديثة الأكثر حساسية المستخدمة لقياس نسبة البروتينات. الجهاز بيقيس تحاليل كتيرة جدا زي الA1C والCRP والبروكالسيتونين والاتش بايلوري وحاجات كتيرة جدا، بارامترز كتيرة جدا نقدر نقرأ عنها. ولكن كان يهمنا النهارده ان احنا نفهم ان هو لازم في الهيموجلوبين السكري اعمل لايزنج، اكسر الار بي سيز عشان تطلع الهيموجلوبين منها، وابتدي اقيسها بتقنيه النفلومتري. كان لازم نفهم ان النفلومتري بيقيس السكاترد لايت، التربيديمتري بيقيس الترانسميتد لايت الضوء المار، وعندنا على اجهزه الكيمياء اللي هي الكالومتري بتعتمد على الابزوربد لايت. ودول كانوا 3 تقنيات مهمين جدا موجودين في معامل التحاليل الطبيه. يا رب تكون المعلومات النهارده افادتنا، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.